بص كده، انا عارف نفسي لي فتره مقصر معاك في فيديوهات اليوتيوب الطويله، مش بنزل لك خالص، وبنزل لك فيديوهات شورتس بس على اليوتيوب والتيك توك. بس رجعنا ثاني وحننزل فيديوهات طويله باستمرار ان شاء الله. فانزل تابع القناه بسرعه عشان الجاي اجمل من اللي فات بكثير، مع الاستوديو الجديد وكل حاجه جديده ان شاء الله. هنخرب الدنيا من غير رغي كثير. تعال نخش في موضوع النهارده. اساسيات او قواعد شراء اي لابتوب. انت لو عايز تشتري لابتوب جديد، تعال اقول لك اهم الاساسيات اللي انت تركز عليها. اللي هتحط في المركز الاول هو نوع الهارد ونوع الرامات. نوع الهارد لازم أن يكون اس اس دي مش اتش دي دي، لانه بيفرق في السرعه بحوالي 10 اضعاف سرعه التشغيل وسرعه الاستجابه لللابتوب. ثاني حاجه هتفرق هي الرامات. الرامات لازم أن تكون ترددها عالي والنوع نظيف من شركه معروفه زي كروشال او سان ديسك او كينغستون. دول من اشهر 3 شركات معروفه في الرامات. والاس اس دي برضه من نفس الشركه. ثالث حاجه وهو المعالج. المعالج لازم يكون معالج عالي وجيل عالي عشان تقدر تشغل عليه برامج عاليه، سواء انت عايزه للمونتاج او عايزه لاي حاجه ثقيله. فيها اقتصاديه وفيها متوسطه وشبه متوسطه ومتوسطه عليا، وفيها هاي اند. هاي اند فلاكشن فيها عاليه، تنفع للمونتاج والعاب وكل حاجه. وفي عندك جزئين في اللابتوبات. عندك لابتوبات ويندوز اللي هي اللابتوبات من شركات معروفه زي اتش بي والديل واللينوفو وبعض الشركات الثانيه. وعندك شركه ثانيه وهي شركه ابل اللي بتبيع لك اجهزه الماك بوك. عندك ماك بوك اير وماك بوك برو. وعندك البديل ليهم اللي هو الايباد برو مع الماجيك كيبورد، بيستخدم كبديل لاجهزه الماك من شركه ابل. بس هو مش حل قوي زي الماك بوك طبعا، لانه الماك او اس ما يضاهيش الايباد او اس. الماك او اس اقوى طبعا مع انظمه تشغيل اقوى. لو جينا نتكلم في الحاجات البسيطه اللي تقدر تبدا بيها في سنه 2025 في جهاز لابتوب، هتبدا بجهاز لابتوب معالج من الجيل مثلا السابع، ما تقلش عن الجيل السابع او الثامن. فكك من الجيل السابع دلوقتي، خليك في الجيل الثامن وانت وفوق. وجينا في الرامات ما تقلش عن 16 جيجا. دلوقتي لو انت 8 جيجا هتعاني حرفيا معاه. هتجيبها في الاول مش هتعاني. لو في مساحه انك تطور اللابتوب بتاعك وتخليه 16 جيجا فيما بعد، هات 8 ابدا بيها لو ميزانيه مش سامحه. لكن لو ميزانيه تسمح معاك، ابدا ب 16 جيجا اقل حاجه. لو جينا نتكلم في المرحله الثالثه في جهاز الويندوز اللي انت هتشتري اللابتوب، لازم أن يكون مساحته اقل حاجه 256 اس اس دي او 128 اس اس دي لو مش هتخزن عليه حاجات ومش هتفتح عليه تطبيقات. لكن لو هتفتح تطبيقات اقل حاجه 256 او 512 على حسب ميزانيتك برضه. ويا ريت يكون في مكان ثاني لهارد اتش دي دي. حصل لكم صورتي هنا الهارد اتش دي دي عشان لو ما حدش عارفه. الهارد ده بيكون ابطا في السرعه بس كويس للتخزين. لكن الاس اس دي اسرع في فتح التطبيقات والمونتاج مثلا والكلام. لازم تكون التاتش باد بتاعت اللابتوب تكون سريعه وكبيره عشان تريحك في الاستخدام. سماعاته تكون حلوه، ما تكونش فيها وغوشه كده. لازم تجرب اللابتوب انت بتشتريه. ما تروح تجيب لي لابتوب جديد ب 6000 جنيه هينضحك عليك حرفيا، لان ما فيش لابتوب ب 6000 جنيه يصلح للاستخدام في سنه 2025 اصلا. فانت ما تعرفش نفسك ناصح وتقول انا جبت لابتوب ب 6000 جنيه وانت فرحان. حرفيا ما فيش لابتوب يصلح للاستخدام. بس تعال اقول لك انا كده، هو في اصلا تليفون ب 6000 جنيه؟ ده بالعافيه بنلاقي تليفون ب 6000 جنيه يا اخي ويصلح للاستخدام. وانت عايز تروح تجيب لي لابتوب يصلح للاستخدام ب 6000 جنيه؟ اعقلها في دماغك قبل ما تروح تشتري وينضحك عليك. مش اي كلمه تتقال تصدقها. لازما عشان تشتري لابتوب، اهم المواصفات اللي قلناها في اول الفيديو والمواصفه الخامسه اللي هنقولها في اللابتوب، انه اداؤه يكون سريع والويندوز اللي عليه يكون ديجيتال. ويندوز حقيقي مفعل، تاخده من محل مفعل. في محلات بتبيع لك لابتوبات مفعله ومحلات بتبيعوا لك من غير ويندوز اصلا. لا، انت هاته بالويندوز مفعل عشان ما تعانيش بعد كده ويسقط ويندوز والحوارات الفكسانه دي. بس كده، ودي اهم الملاحظات. لو انت راح تشتري لابتوب ويندوز تقدر ترجع للفيديو في اي وقت، بس ما تنساش تعمل له سيف عندك وتعمل لايك واشتراك عشان يوصل لغيرك وغيرك يستفيد ان شاء الله. تعال الجزئيه الثانيه وهي لابتوبات ابل. ماك بوك اير وماك بوك برو من شركه ابل. عندك الماك بوك اير ده نسخه السنه دي اللي هي الام 4، ونسخه السنه اللي فاتت الام 3، واللي قبلها الام 2، واللي قبلها الام 1. عايز تبدا مع شركه ابل، نصيحه من اخوك عبد الله رجب، ما تبداش بشريحه انتل. بلاش اي لابتوب ماك بوك من شركه ابل بشريحه انتل. انت لو جربت شرايح ام هتنسى زمن الانتل والبطاريات بتاعت الانتل، لان شريحه الام اقل حاجه تقعد معاك بال10 ولا 12 ساعه. من اول الام 1 حتى الام 4. شريحه الام 4 في ماك بوك اير بتقعد معاك تقريبا حوالي بتاع 18 ساعه استخدام مشاهده محتوى، و10 ساعات او 8 ساعات مونتاج. ده شيء مستحيل تلاقيه في لابتوبات ويندوز اصلا. ممكن اكثر حاجه توصل لها لابتوب ويندوز بسعر خرافي بتاع 7 ساعات على مونتاج.
ده بص بطلوع الروح ممكن تلاقيه في لابتوب ويندوز اصلا. لا اي لابتوب جيمنج وبسعر مثلا بربع مليون جنيه في الويندوز مستحيل يكمل معاك اكتر من ساعتين في المونتاج بدون شاحن. لكن بشاحن هتاخد مني اداء جبار، وخصوصا لو كان احسن موديل اللي هو باقي بكارت شاشه تقريبا 50 90 او 50 90 تي اي. ده لو لقيت لابتوب بالشكل ده هيكون قوي جدا حرفيا معاك في المونتاج. وبالذات ادوبي بريمير بيشتغل على الويندوز احسن من الماك، خلينا متفقين. ماك بوك معاك فاينل كات برو، دافينشي، تلوين ممتاز معاك في الحاجات دي، مفيش حد هينافسه حرفيا في السرعه والرندره وكل حاجه. لكن لو جينا لجزئيه الادوبي بريمير هو سفاح رامات. تخيل 128 جيجا رام عشان تشغل ادوبي بريمير بالطاقه بتاعته ربع طاقه او نص طاقه، كمان مش هيشتغل بالطاقه الكامله. 128 رام، انت فاهم؟ تعال نرجع للجزء الثاني بتاع الماك بوك. عشان تبدا مع ماك بوك من شركه ابل هو الماك بوك اير، ممكن تبدا من اول ماك بوك اير ام 2 بالشكل الحديث هتلاقيه. عندك ماك بوك ام 3، ماك بوك اير ام 4. ام 4 ده ان شاء الله هيكون هو افضل واحد فيهم، لانه بيجي بيز موديل 16 جيجا رام، خط تحتيها 1000 خط. 16 جيجا رام ده هتفرق معاك، هتفرق في اداء المونتاج والتصفح وفتحك للصفحات الكروم، هتفرق جدا حرفيا في الاداء، لانها فارقه معاك في المونتاج. وهتلاحظ الفرق ده على الاستخدام البعيد مش الاستخدام القريب، مش من اول استخدام ليك هيظهر الفرق. ده كان لماك بوك اير، بس ملحوظ عليه هو مش باقي اصلا باي مروحه، سايلنت حرفيا، على عكس الماك بوك برو اللي بيديهولك في مروحه، ده بيزود الاداء معاك حبتين حتى لو كان نفس المعالج اللي هو الام 4 العادي مش البرو او الماكس. ده بتلاقيه حرفيا مش اقوى حاجه الماك بوك اير ام 4. بس السنه دي حرفيا هو الفرصه الوحيده انك تشتري ماك بوك اير من ابل. الماك بوك اير ام 4 هو اقوى صفقه حرفيا في اي لابتوبات في العالم حتى الان. تخيل انت ماك بوك يقل $100 على الاصدار السابق ويبقى احسن منه. شركه ابل عملتها السنه دي. ماك بوك اير ام 4 هو افضل اختيار ممكن تبدا به كدراسه، صناعه محتوى، شغال، بزنس، رجل اعمال، اي حاجه من دول. اللابتوب ده هينافس اي لابتوب ثاني في سعره واعلى منه بشويه حلوين كمان. واي ماك بوك برو انت لو راجل بروفيشنال قوي او بتطلع فلوس جامد من اللابتوب تقدر تشتري ماك بوك برو ام 4 او ام 4 برو او ام 4 ماكس، اللي هو تقريبا ام 4 ماكس بحوالي بتاع 225,000 جنيه. بس كده يكون انا فدتك في لابتوبات الماك ولابتوبات الويندوز. تقدر تسيف الفيديو ده عشان ترجع ليه في اي وقت انت عايزه. ويا ريت ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان نوصل في 1000 مشترك في اسرع وقت ان شاء الله. ولو وصلنا 1000 مشترك قبل نهايه شهر 7 او شهر 8 ان شاء الله هيكون في 3 جوائز ان شاء الله هنختارهم من التعليقات. فانزل اعمل لنا اشتراك عشان نوصل 1000 مشترك في اسرع وقت. اسيبكم في رعايه الله، وفي نهايه الفيديو ما تنساش تصلوا على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام.